دخلت حرفيا مغارة علي بابا أو حاجة كده زي أفلام الكرتون جوه أحدث مجمع للتسلية والألعاب في مدينتي، وغير خالص بقى اللي صورناه في اوبن اير مول مدينتي اللي هو المجمع القديم ده. بقى مجمع جديد اسمه بوم روم هاب، وده موجود كمان في مطعم شبابي من الدرجة الأولى، وليه فروع في القاهرة برضو غير الفرع بتاع مدينتي. المطعم اسمه بابلو أند عبدو. اسم بابلو أند عبدو كده اللي هو أكل مصري أمريكي، بحيث إن بابلو ده خواجة يعني وعبدو ده مصري. المهم يلا بقى ندخل على بوم روم ومنطقة الألعاب ونشوف إيه اللي جوه اللي موجود جديد، ومنطقة التسلية اللي بيقولوا عليها الحديثة دي فيها إيه. بس ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، ويلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. من أول أصلا ما دخلت المكان لقيت بقى كمية كده ديكوريشن وإضاءة وحاجات كده فانسي قوي وحاجات شيك كمان جدا جدا. وبقى لقيت بولينج كده برضو عاملين لين بولينج شيك جدا، وترابيزات كده بقى بلياردو بشكل جميل قوي، والعاب تانية موجودة كتير. ومش بس على قد الجيمنج ده، كمان انت تقدر ان انت تاخد الاكل بتاعك من بابلو اند عبدو وما تاكلوش في بابلو اند عبدو، وتاكله في بوم روم نفسها في الهب بتاعه الالعاب. ومش بس كده، ده التيبلز بقى كلها اللي انتم شايفينها دي ممكن تقعدوا بقى تلونوا وترسموا لو انتم بتحبوا الكلام ده. وكمان في افلام كتيره جدا بتتعرض في السينما اللي موجوده دي الشاشات، وكمان بقى الالعاب الفيديو جيمز دي. وشايفين بقى ديكوريشن الكارز دي برضو تاخدوا فيها احلى فوتو سيشنز هناك لو انتم حابين. وكمان موجوده كده زي لعبه ميني جولف اللي هي موجوده وسط الزرع دي، كده تدخل وسط الزرع وتلعب ميني جولف، موجوده برضو هناك، ودي حاجه مميزه جدا وتقريبا ما لقيتهاش في اي هاب موجود في اي مول تاني او في اي مكان تاني موجود في مصر. وحرفيا كل مكان ينفع ان انت تتصور فيه وتنبسط جدا فيه. وفي العاب كتيره جدا برضو زي اللي هم بينشنوا عليها كده بالاسهم، بس انا بالامانه انا ما اعرفش اسمها ايه علشان انا مش حريفه قوي في كل الالعاب، لكن عجبتني جدا. واللي هي برضو الالعاب بتاعه الفوتبول اللي هي التيبلز دي برضو، ودي الترابيزه اللي هي قلت لكم ان انتم ممكن تقعدوا برضو تاكلوا عليها من بابلو اند عبدو. يلا بينا بقى نروح بابلو اند عبدو نفسه ونشوف كلنا ايه وطلبنا ايه والاكل هناك عامل ايه، واقول لكم على الاسعار والدنيا كلها عامله ازاي. مبدئيا اختيار بابلو اند عبدو ده اختيار في الجون جدا، لان هو اكتر مكان فعلا مناسب لبوم روم من حيث كل حاجه بقى. عاوزين اكل مصري هتلاقوا، عاوزين اكل اللي هو الستريت فود هتلاقوا، عاوزين اكل امريكي هتلاقوا، كل حاجه موجوده حرفيا هناك. وعاملين بقى شاشات في كل مكان كده ان انتوا لو عايزين تروحوا بوم روم هاب او المنطقه بتاعه الجيمنج تروحوها، عاوزين تاكلوا اكل مصري ماشي، عايزين تاكلوا الاكل الامريكي والحاجات اللي هي برضو الستريت فود برضو موجوده. وناس هناك بقى لابسه يونيفورم كده شكله شيك جدا، مش بتوع بابلو اند عبدو، ولكن المكان كله كبوم روم لابسين كده لبس فانسي. هوريهولكم دلوقتي حالا. زي ما انتم شايفين كده كل الناس اللي بيبقوا شغالين هناك سواء ولاد او بنات بيبقوا لابسين اللبس زي الشاب الواقف ده كده. ومن ضمن الحاجات اللي بيقدمها برضو البيتزا هناك حلوه قوي، والبرجر هناك حلو قوي، والشاورما هناك حلو قوي، كل ستريت فود حلو قوي. الاكل بصراحه جميل جدا والاسعار مميزه قوي قوي. وكمان بيعملوا كان كده بتبقى جميله، هم اللي بيعملوها من عندهم عن طريق ماشين معينه وبتاخدوها معاكم، بتبقى كده جميله جدا. وكل الاكل هناك بصراحه وجميع المشروبات حلوه قوي، وخصوصا كمان السلاش بتاع البطيخ ده. انا اول مره ادوق في حياتي سلاش طعمه جميل قوي كده. معرفش هم كانوا حاطين على البطيخ بقى مستكه او حاجه زي كده مخليه الطعم روعه. بصراحه التجربه 10 من 10، والمكان عجبني جدا. وخصوصا كمان بابلو اند عبدو مكان مميز جدا، والاسعار على فكره هناك يعني افوردبل جدا، لا هي غاليه قوي ولا هي رخيصه، هي في متناول ايد ناس كتيره جدا. والمنيو متنوع قوي، تقدروا تطلبوا منه كل اللي انتوا عايزينه، اي حاجه بتحلموا فيها حرفيا موجوده في بابلو اند عبدو من خلال المنيو. وكمان بوم روم مكان مميز جدا وجديد، لو انتوا زهقتوا من المكان بتاع اوبن اير مول اللي هو المنطقه بتاعه الجيمنج القديمه، ده برده مكان موجود في اوبن اير مول في بوابه تانية موجوده هناك. وكمان المكان ده جديد ومختلف لو انتوا حابين تروحوا مكان جديد ومختلف تلعبوا فيه. طبعا المكان مناسب للكبار والصغيرين والجميع الاعمار لو انتم عايزين تروحوا هناك. وطبعا الاسعار متجدده باستمرار، فيفضل قبل ما تروحوا هناك تسالوا عن الباكج الموجوده بحيث تقدروا ان انتوا تدخلوا المكان. وبكده يكون الفيديو خلص. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو بليز ما تنسوش تعملوا لايك علشان تساعدوا على انتشار الفيديو لناس كتيره جدا، وكل الناس تروح وتنبسط هناك. وكمان لان ده بيحفزني على ان انا اعمل فيديوهات اكتر، فبليز ما تنسوش بقى اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي وتدعموني ان انا استمر. ميرسي جدا ليكم، اشوفكم فيديو جديد. باي باي.